معانا عربية كيا سيراتو العداد 142 900. هنعمل ايه؟ بنعمل فلاش للفتيس. ضفنا العشرة ايتي من شركة ريزويل ودورنا العربية، وهنجيب الغيارات بتاعتنا الار ان دي عشان الفلاش يلف في الفتيس كله. وزي ما احنا شايفين الوقت 8:05. بنفتح نحضر شنطة التولز بتاعتنا الخاصة بالجهاز عشان نوصل توصيلات الجهاز معانا. وهنا هنبطل على 8:15 زي ما احنا ما شايفين. خدنا 10 دقايق وبعد ما خلصنا. دي الوصلات الخاصة بالتبريد داخل الراداتير. خدنا القديم من زيت الفتيس، وتابعنا درجات الحرارة بجهاز اللانش الأعطال، وبنحققها في الجهاز معانا عشان زيت الفتيس يبقى داخل بنفس درجة الحرارة اللي موجودة داخل الفتيس. وبنجيب طبعا هندور، وطبعا واحنا بنغير الزيت العربية تبقى في وضع الحركة، الفتيس بيبقى عالدي زي ما احنا ما شايفين. والجهاز الترومبة بتاعته بتشتغل، تشفط الجزء وتحط مكانه نفس الكمية اللي احنا سحبناها. وده لون الزيت الجديد ولون الزيت القديم زي ما احنا ما شايفين الفرق. طبعا الفرق واضح بدون اي تفاصيل ممكن نقولها. طبعا معانا اضافة ال20 اي تي من شركة ريزويل عشان نحافظ بيها على الفتيس بعد ما غيرنا الكمية كاملة. زي ما احنا ما شايفين العربية بتاخد معانا 7.5 لتر. الجهاز هيخلص هنعمل له ستوب ونرجع الوصلات زي ما كانت والفتيس زي ما كان، ونحط اضافتنا ال20 اي تي. وكده الباشمهندس يبقى طالع من عندنا بفتيس جديد 100%. بعد ما كنا شايفين لون الزيت اسود بقى لون الزيت احمر، وحطينا له الاضافة وكده فتيس جديد.